ايمن. الله ينعم عليك. دارك اكسبوز طلب مني ان انا احلق شعر ودقني واديني عملتها. يلا الموسم الثامن. ازاي ممكن اكتب روايه وابقى روائي عظيم؟ انا جاي هنا اشرح لك الخطوات بالمختصر المفيد. في الاول هقول معلومه ممكن تخليك تقفل الفيديو من قبل ما نبتدي. انك تكون روائي مش هياكلك عيش. استنى طول بالك بس معايا للاخر واعمل اشتراك للقناه وهتتبسط. مش كتير من الروائيين كانوا واخدين كتابة الروايات كمصدر دخل ليهم، بالعكس في منهم كان بيشتغل حاجات تانية، وده علشان يعرف يصرف على بيته. يعني مثلا نجيب محفوظ كان موظف حكومي، واحيانا لما بيتزنق قوي ويبقى محتاج فلوس كان بيحول رواياته لمسلسلات وافلام علشان يطلع منها قرشين. وعندك ماركيز وانيس منصور كانوا في الاساس صحفيين، وكمان احمد مراد كاتب سيناريست ومصور فوتوغرافيا. اما بقى علاء الاسواني فده دكتور سنان، وميلان كونديرا كان استاذ جامعه، وغيرهم كتير. فمن اولها كده لو عايز تكتب روايه عشان تغتني مش عشان بتحب الكتابه، بنسبه كبيره ده مش هيحصل. نخش بقى في المفيد منه. الخطوه الاولى علشان تكتب هو انك تقرا. لازم يكون عندك مخزون ثقافي كبير جدا، معلومات عامه، روايات سابقه، قصائد واشعار. الكاتب الجيد مثقف ممتاز. حتى لو ابتديت رواية عن حاجة ما تعرفش عنها كتير، وقف كتابة، ذاكر الحاجة وارجع كمل، صدقني هتفرق معاك. خلاص قريت كتير، بقى عندك معلومات كويسة، نعرف بقى قواعد الكتابة. والقواعد هي ان مفيش قواعد، لكن في مبادئ، زي ان القصة بيبقى ليها بداية ووسط ونهاية. يعني نبدأ الموضوع بالحدث اللي بيغير البطل. مثلا عماد كل يوم بياكل تفاح، فانا مش هبدأ القصة باكله للتفاح، هنبدأ باليوم اللي لقى فيه دودة في التفاحة اللي بياكلها. دي البداية، ونبتدي هنا نستعرض ازاي ده غير وجهة نظره في اكل التفاح، وبيفتكر التفاح اللي اكله طول حياته، وكم مرة كان فيها دودة وهو مش حاسس. بعد كده ادخل على الوسط، الصراع اللي حصل باكتشافه ده لحد ما نوصل انه قرر انه مش هياكل تفاح تاني طول حياته، او انه هيحرق محاصيل التفاح اللي في العالم كله. في الحالتين دي هتبقى النهاية. او لو انت بقى عايز تسرح بخيالك في الكتابة فانت حر. انا قلت لك مفيش قواعد، ممكن نبتدي بالوسط ونرجع للبداية ونقفل بالنهاية، او نبتدي بالنهاية ونعرف السبب باننا نستعرض البداية في الاول. شقلب القصة براحتك، ان شاء الله تخلي بطل القصة هو الدودة نفسها مش عماد، وتحكيها من وجهة نظرها، وان الدودة اتشردت بسبب حرق محصول التفاح وقررت ان هي تهاجر للخيار. وهنا بقى انا برمز لشخصية شهيرة على اليوتيوب، ودي بقى الخطوة الثالثة في ازاي تكتب قصة. بكتبها ازاي وليه؟ خلي بالك احنا لسه ما ابتديناش كتابة، احنا بنمرن نفسنا ونحدد هدفنا قبل ما نكتب حرف واحد. في الاول ايه الهدف من اللي انا عايز اعمله ده؟ اعبر عن نفسي، اشارك خبرة مريت بيها، او انسج قصة تعلم اللي يقراها درس، سواء الدرس ده كان هيضحكه او هيعيط بسبب تأثيره عليها. طيب بنكتبها ازاي؟ قول انت بقى. نكتبها حقيقة بمواقف وردود فعل حقيقية، ولا رموز لحاجات تانية، ولا خيال علمي، ولا سحري، ولا اللي بيحدد كل ده بقى هي الخطوة اللي بعدها، الفكرة. اي رواية هي فكرة. اتنين بيحبوا بعض من عيلتين بيكرهوا بعض فبيموتوا علشان يبقوا مع بعض، دي قصة روميو وجولييت. واحد بياخد اقراص هلوسة وهو دكتور نفساني وبيخش في عالم تاني وده دمر حياته. طبعا كلنا عارفين القصة. الفكرة بنتطور من خلالها، وبنخش على الخطوة اللي بعدها، رسم الشخصيات وابعادها وعلاقاتها. كل ده مع الفكرة ووضوح طريقة الكتابة يخلق خط الدراما للعمل. وبعدها نوصل للخطوة الأهم، هو إنك تبدأ تكتب. اكتب وانت عندك معلومات، عارف فكرتك، فاهم بتكتبها ازاي. هيطلع لك منتج ممكن يبقى حلو، ممكن يبقى ساذج، وممكن حتى يبقى ملوش ملامح، بس هتطلع حاجة ناخدها ونطورها ونكتب عليها تاني وتالت ورابع. وهنا لا مش حلوة، هنا الله في مشهد جامد، هاخدها من المحاولة دي واحط شوية من عندي من هنا وعلى شوية من هنا لحد ما تطلع حاجة انت راضي عنها وشايفها ايه؟ قصة حلوة، حكاية بتعبر عنك وبتقول كل اللي نفسك انت تقوله وزي ما انت عايز. ابعتها لدار نشر، خش بيها مسابقات، افشل وانجح لكنك كده بقيت كاتب. وزي ما قلنا في الاول، لو هدفك تبيع وتكسب انسى، مش لازم. زي اي مهنة في الحياة، فيها اللي شاطر فيها وفي اللي بيعملها باخلاص وفي اللي مش عارف يظبطها صح، لكن الموهبة بتفرض نفسها، ممكن النهاردة وممكن بكرة. كافكا فضل يكتب طول حياته واتشهر لما مات. بالعكس
دي كانت وصيته لصاحبه ان يحرق كتاباته. انت متخيل؟ لو كان عمل كده ما كناش عرفنا عنه حاجه. انك تكون مخلص للحاجه اللي بتحبها وبتعملها علشان ترضي نفسك وتطلع اللي بتحبه من قلبك، ده الاهم. انت جمهور نفسك الحقيقي والوحيد. لو انت مبسوط بنفسك ومعترف بيها ما يهمكش اعتراف الاخرين وتقييمهم. مش معنى كده ان انا بشجع ان الموهوم يفضل موهوم يا جماعه، لكن بشجع اللي حابب يحب. لان بكل بساطه القصه اللي بتكتبها هي قصتك، وقلت لك في الاول ما تسعاش من وراها لشهره او مكسب. يمكن والله اعلم ده يحصل وتبقى انت استثناء للقاعده. ما تتخلاش عن حياتك علشانها، لكن ما تتخلاش عنها عشان اتقال ان انت مش هتعرف. يا عم انا ما بعرفش لكن بحب وبحاول لنفسي مش ليك ولا ليهم ولا العماد ولا حتى للدوده. ويمكن في يوم يبقى ليا الشرف واتكلم عنها في فيديو من فيديوهاتي واقول للناس حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها. يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تكتبوا. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.